وسامعين صوت الجماهير والموسيقى والفرحة اللي هم فيها ان هم اخدوا شوط هدية من مصر بطل افريقيا. عادي جدا، لقاءات تصفيات مؤهلة لدورة العاب لازم تكون فيها الفرق متنافسة، ولازم يكون فيها قوة، ولازم يكون كل فريق عنده طموح وعنده امل الوصول والطموح للوصول. طبعا الفريق الكونغولي ما عندوش غير هذا اللقاء ده الفرصة الأخيرة ليه انه يبقى، لانه اتغلب من تونس، انه يبقى صاحب المركز الثاني. ومصر عندها فرصتين، هي الفوز بالشوط ده تبقى الفوز بالمباراة، والفوز غدا على المنتخب التونسي عشان تكون صاحبة المركز الأول. أي خسارة هتخلي مصر في المركز الثاني، واحنا مش عايزين دي، عايزين طبعا مصر في الصدارة دايما. ان شاء الله مصر هتكون في الصدارة، وان شاء الله هنحقق الفوز. الارسال دلوقتي مع حسام يوسف، وارسال صاحب خارج الملعب. النقطة الاولى كونغو. اللاعب رقم 1 نودونيكا من الكونغو على الارسال. استقبال جيد من تايسون، وضربة سريعة من مركز 3 عبد اللطيف عثمان تيجي في ايد حائط الصد وتخرج خارج الملعب لتحصل مصر على النقطة الأولى في الشوط الرابع. النتيجة 1-1. تايسون على الإرسال عداها أحمد سعيد، ضرب ساحقة. دبل. ده ايه اللي بيحصل ده؟ دبل. يعني الحكم الكاميروني لحق نفسه وصفر على لمس الكرة مرتين. 2-1 لمصر. تايسون على الارسال. يلا يا تايسون. استقبال جيد، اعداد من المنتخب الكونغولي خارج الملعب. 3-1 خارج الملعب. الجمهور اتعود ان اي حاجة ضد الكونغو لازم يهيص. طبعا هو فاكرين ان كده بيخطفوا الحكم، لكن الحكم المفروض ان هو ما بيتاثرش لا بالجمهور ولا باللعيبه ولا باي اجواء حواليه. هو بيدي القرار من خلال اللي هو شايفه. 2 كونغو 3 مصر. ارسال مع اللاعب رقم 11 من الكونغو. استقبال جيد من تايسون. احمد صلاح. لا كرة لمسة اللاعب وخارجة ومراقب الخط بيدي اوت. الكرة واضحة وصريحة فيها لمسة، ومع ذلك الحكم الكاميروني اداها لصالح مصر لانه شايف الكرة تاتش. 4-2. تيفا على الارسال. استقبال واعداد لمنتخب الكونغو. الكرة تقع بين حائط الصد وبين الشبكة. عبد الحليم واحمد صلاح. 3 الكونغو 4 مصر، وتفوق مصري 2-1 في الاشواط. ارسال من اعلى. استقبال من تايسون. حليم حسام. يلا يا احمد يا سعيد. هو ده صح من مركز 4 احمد سعيد، وضربة ساحقة قوية تيجي في حائط الصد وتخرج خارج الملعب. 5 مصر 3 الكونغو. احمد صلاح على الارسال. يلا يا احمد. ارسال في الشبكة. معلش يا احمد. اللاعب رقم 10 بيطلب مسح الارض لان في منطقة الارسال هو ده المفروض انه طلب
خاطئ، لكن مش المفروض ان هو يطلب مسح الارض، ولكن الحكم سمح له، سمح للكويك موبرز ان هو يدخل يمسح الارض بالفوطه اللي معاه. في الشبكه الكره في الشبكه، الحمد لله الحمد لله 6-4. يعني انت عطلت اللعب، خليت الفرقه تفقد تركيزها، يعني ما كانش فيه ميه كتير. احمد سعيد على ارسال من اعلى، استقبال جيد من الليبرو، وضربه ساحقه من مركز 4، وحائط صد من مركز 2 حليم وحسام يوسف. كرة تيجي في ايديهم وتطلع بره لصالح الكونغو. 5 الكونغو 6 مصر. خارج الملعب ارسال قوي من الكونغو، اللاعب رقم 2 خارج الملعب. سبعة مصر 5 الكونغو. حليم على الارسال، يلا يا حليم. استقبال وحش جدا من الليبرو، بتعدي تدخل ملعب مصر، اعداد جيد وضربه ساحقه من احمد صلاح، ولكن في الحكم بيصفر لمس شبكه على اللاعب الكونغولي. 8 مصر، والوقت المستقطع الفني الاول في الشوط الرابع. 8 مصر 5 الكونغو. دكتور فؤاد عبد السلام يعني من هناك بيقول لي عادي جدا ان هم ياخدوا شوط، يعني حضور جماهيري ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضه وجماهير متعصبه جدا، لا يعني شيء طبيعي ان هم ينتحروا في الملعب عشان ياخدوا شوط، وخاصة ان ملعبهم ده يخص الكرة الطايرة ولسه مستلمينه جديد زي ما وضح لنا الدكتور فؤاد عبد السلام. فيعني عايزين ان هم يعني يظهروا بمظهر لائق على الاقل قدام الوزارة ورئيس الوزراء وكل القائمين على العمل هنا. جمهور هنا يعني مش عايز اوصف لكم، زي ما انتم شايفين تقريبا يعني ما بيبطلش تشجيع. انتهى الوقت المستقطع الفني الاول. الارسال مع عبد الحليم، يلا يا حليم. ارسال قوي، ضربه ساحقه واستقبال جيد من احمد صلاح، وخارج الملعب. خارج الملعب. 9 مصر 5 الكونغو. 9 مصر 5 الكونغو. يلا يا حليم. ضربة ساحقة من مركز، ضربة سريعة آسف، ضربة سريعة من مركز 3 تنزل قدام ما بين حسام يوسف واحمد صلاح. سهلة لكن يعني معلش، الكرة اللي جاية تيجي فلافي بيقول لهم يلا هاتوها. 6 الكونغو 9 مصر. يلا يا شباب مصر، يلا يا رجالة. استقبال جيد من تايسون، اعداد الله يا حسام، الله يا حسام. اعداد جيد جدا لاحمد سعيد، وضربة ساحقة. كرة في ارض ملعب الكونغو، والنقطة رقم 10. 10 مصر 6 الكونغو. حسام يوسف على الارسال، ارسال من اعلى، ارسال قوي ولكن خارج الملعب. خارج الملعب، ارسال قوي جدا يا حسام، خارج الملعب. 7 الكونغو 10 مصر. استقبال من تايسون، عبد اللطيف عثمان، ضربة ساحقة تيجي في حائط الصد وتمر من على الشبكة، تمشي على الشبكة لغاية لما تخرج بره الملعب. 11 مصر 7 الكونغو.
الارسال مع تايسون. يلا يا تايسون. ارسال جيد، برافو يا معوض. استقبال جيد من ضربه ساحقه من مركز 3. تايسون هاتها يا تايسون. معلش الكرة جت في ايد تايسون بالصدفه، معلش. يلا نجيب اللي جايه ان شاء الله. 8 الكونغو 11 مصر. استقبال جيد من تايسون، قويه سريعه خادعه وتنزل في الملعب الكونغولي كله بيتفرج عليها. 12-8. 12 مصر 8 الكونغو. فرق قليل لكن تفوق مصري. 12-8. لطيف على الارسال، ارسال من اعلى. استقبال جيد واعداد جيد، ولكن حائط صد فردي من احمد صلاح. كرة نازله مسمار في ارض الملعب الكونغولي. 13 مصر 8 الكونغو. مصر 8 الكونغو. الارسال مع عبد اللطيف عثمان. يلا يا تيفا. ارساله سن الله عليك. في لمس شبكه من احمد سعيد وبيقول انا لمست الشبكه. ده المفروض يعمله كل لاعب لما بيلمس الشبكه، يرفع ايده ويقول انا لمست الشبكه عشان الجمهور بتاعه ما يحسش ان الحكم ظلمه يعني. استقبال جيد من احمد سعيد في حائط الصد. 10 الكونغو 13 مصر. نفوق بقى تاني يا رجاله، نرجع تاني لجو المباراه. احنا بننام ليه؟ نرجع تاني يا رجاله. برافو. معلش استقبال جيد من تايسون، اعداد من الحسيني، نازل احمد صلاح من مركز 2 وضربه ساحقه قويه جدا كله بيتفرج عليها في مركز 3. نازله في وسط الملعب، وسط المنطقه الاماميه بالظبط. 14 مصر 10 الكونغو. احمد صلاح على الارسال. يلا يا ابو ياسين. ارسال قوي جدا. الله اكبر عليك يا احمد. ارسال قوي جدا تيجي في الليبرو وتخرج من جانب الملعب. النقطه 15 والمدرب بيطلب وقت مستقطع. طب ما ناقص نقطه وتاخد الوقت المستقطع الفني الثاني. يعني انت بتفقد ليه وقت مستقطع؟ ناقص نقطه. ما يمكن كل واحد وله فكر. انتهى الوقت المستقطع الفني، الوقت المستقطع اللي طلبه المدرب الكونغولي، والنتيجة 15 مصر 10 الكونغو. احمد صلاح ما زال احمد صلاح على الارسال. يلا يا احمد، متع جماهيرك وعشاك وحبايبك، متع نفسك اولا، متع الجميع بارسالاتك. يلا يا احمد، يلا يا احمد. ارسال قوي جدا جدا جدا، ولكن على حافة الشبكة الكرة بتلمس الشبكة، بتيجي في الشبكة، الارسال بيجي في الشبكة. و11 الكونغو 15 مصر. استقبال جيد جدا من تايسون، اعداد عبد اللطيف عبد الحليم عثمان، اعداد من حسام عبد الحليم عبو. انا متاسف يعني الاسامي دخلت مع بعض كلها. عبد الحليم عبو ضربه ساحقه قويه من مركز 3 تيجي في حائط الصد وتخرج بره. والنقطه 16
مصر 11 الكونغو. والوقت المستقطع الفني الثاني والاخير في الشوط الثاني والمباراة، لان لا قدر الله لو في شوط خامس مش هيكون في وقت مستقطع فني. 16 مصر 11 الكونغو. 9 نقاط، 9 نقاط وتنتهي المباراة لمصر، و14 نقطة ويبقى تعادل. لكن ان شاء الله 9 نقاط اقرب لمصر، وننهي هذا اللقاء في الجو والرطوبة العالية والحر الغير عادي. يعني هو درجة الحرارة بصراحة المعلنة حوالي 38 تقريبا، هي 38 المعلنة، ولكن هي في الحقيقة ممكن تدخل في 44 45 درجة. ودرجة الرطوبة هنا يعني الحمد لله رجالتنا يعني قدروا ان هم يتأقلموا بسرعة مع الجو. احمد سعيد على الارسال، ارسال شبكة، لمس شبكة، لمس شبكة على اللاعب الكونغولي مظبوط. يا لمس شبكة على اللاعب الكونغولي مظبوط. برافو برافو معمر الكبوب. النقطة 17 لمصر 11 الكونغو. في لمس شبكة واضح وصريح في وسط الشبكة، ايده داخلة جوه المربع. ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ 17 مصر 11 الكونغو. يلا احمد سعيد على الارسال. يلا يا احمد ارسال قوي شوية، ارسال من اعلى من الوزن، يعدي الملعب تاني. استقبال كويس قوي 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 من احمد سعيد. يلا يا رجاله برافو يا معوض. اعداد جيد من حسام. احمد صلاح كرة كرة تخرج في الملعب. كرة اوصف لكم الكرة دي. احمد صلاح لعب كرة قوية جدا، جت في الارسال، جت في اللاعب استقبل الكرة خرجت ورا العمود، فراح يلعب الكرة من ملعب مصر، فالكرة جت في العمود. هو بيعترض يقول لك ان تايسون كان واقف قدامي ما قدرتش ان انا تايسون ما منعوش. لو كان تايسون منعه كان الحكم هيصفر اوتوماتيك. 18 مصر 11 الكونغو. احمد سعيد على الارسال، ارسال قوي، استقبال متوسط، اعداد مش قوي، ضربة ساحقة في الشبكة. هنا اللاعب الليبرو مسك الكرة وشاطها، الحكم ما خدش باله، مفيش مشكلة. 19 مصر 11 الكونغو. يلا يا شباب 6 نقاط، 6 نقاط بس على المباراة. يلا يا شباب. احمد سعيد في الشبكة، ارسال. هنبدأ ننام تاني ليه؟ ما احنا كنا ماشيين كويس. يلا معلش. يلا يا شباب ارسال اللاعب رقم 2 من الكونغو. ارسال من اعلى قوي، استقبال جيد جدا من معوض. يا سلام يا حليم، اعداد جيد ومعوض ضرب سريع جدا، وحليم ينهي الكرة في مركز واحد، ضربة ساحقة قوية، والنقطة 20-12. حليم على الارسال، ارسال من اعلى من الثبات. برافو برافو برافو. كرة سهلة جدا جدا تنزل في ملعب الكونغو. اللاعب الكونغولي رقم 10 بيستعرض، بينطق الكرة برجليه وعلى راسه وعلى فخده، استعراض لكرة القدم مش كرة طايرة. احنا يا كابتن بنلعب فولي بول مش بنلعب كرة قدم. لكن طبعا الفرق كبير، 21-12. الحمد لله. الكرة سهلة جدا. النقطة الأخيرة دي هم يعني قالوا الكرة أحمد صلاح بيعدي الكرة ضعيفة شوية، فطلع بيكملها حسام يوسف. كله كان واقف فاكر إن الكرة هتيجي في الشبكة. 21 مصر 12 الكونغو. والمدرب الكونغولي بيطلب الوقت المستقطع الثاني ليه في المباراة. طبعا الفرق الحمد لله 9 نقاط. يعني هم بعد ما اخذوا 27-25 الجيم اللي فات اللي خدوه هديه كده بالصدفه،
طبعا يعني مش معقوله تكون داخل على ناس من غير ما تاخد معاك هديه، فالجيم ده هديه للفريق الايه المضيف. حليم على الارسال. يلا يا حليم. ارسال، استقبال سيء لكن اعداد جيد جدا. يعني بصراحه المعد هنا ممتاز. يعني النقطه 13 الكونغو 21 مصر. اللاعب رقم 6 من الكونغو على الارسال. استقبال جيد جدا من تايسون. يا سلام يا احمد يا سعيد من مركز 6. أربع لمسات، كرة على حافة الشبكة وما تعديش الملعب مصر. 4 لمسات، نقطة 22 لمصر 13. يعني ما نخسرش النقطة لأن حسام يوسف إرسالاته قوية لكن للأسف بتخرج بره الملعب. لكن حسام من أحسن لاعبي مصر في الإرسالات. يلا يا حسام. ها، ارسال قوي جدا ولكن المره دي في الملعب. استقبال من عبد اللطيف. حسام اعداد كويس. الكره بتعدي تايسون. معوض. يلا يا تايسون. صلاح يستقبل يعد حسام. برضو تايسون. يا سلام عليك يا تايسون بذكاء رهيب جدا جدا يعدي الكره والكره في ارض الملعب. بيعترضوا على ايه؟ مش عارف. انا مش فاهم ايه فكره الاعتراض. 23 مصر 13 الكونغو. نقطتين وتفصلنا على نهايه المباراه. 23 منتخبنا القومي 13 منتخب الكونغو. حسام يوسف على ارسال اللي فات كان قوي جدا وكان جميل لكن استقبلها كويس اللاعب رقم 6 من فريق الكونغو. يلا يا حسام. ايس يا حسام. ايس يعني عايزين نقطة مباشرة من الارسال. يلا يا حسام. ارسال قوي من اعلى لكن خارج الملعب. معلش. يلا. 14 الكونغو 23 مصر. 14 الكونغو 23 مصر. اللاعب رقم 8 من فريق كونغو على الارسال. معوض ساب الكرة تعدي على اساس ان الارسال قوي. احمد سعيد واقف وراه ما كانش متخيل انه هيسيبها تعدي فنزلت قدامه من غير ما يعمل حاجه، من غير ما يستقبلها ولا يلمسها. 15 الكونغو 23 مصر. والمره دي لاكي سيرف. ارسال بيجي على حافه الشبكه ويخدع الجميع وينزل في ارض الملعب المصريه ليحصل فريق الكونغو على النقطه 16 23. فيلافيا على طول اخذت الوقت مستقطع عشان اللعيبه ما تفكش ويرجع. يعني نقطتين ورا بعض خدوهم. عايزين نرجع للمباراه يعني ما نفكش كده يا شباب. هي كلها نقطتين ونخلص المباراه. طبعا عبد الله عبد السلام برضو عمال يقول لهم شدوا. معوض بيقول يعني الكرة لاكي خالص انها تعدي. انا فاكرها كرة قوية. انا شايفه من هنا بطريقة كلامه مع احمد سعيد بيقول له الكرة يعني انا سبتها تعدي تخيلت انها تطلع بره الملعب. معلش ما نعاتبش بعض بقى دلوقتي ونخش في جو المباراة تاني. احنا ما زلنا في جو المباراة لكن جو انهاء المباراة عايزين ننهي الماتش ده. يلا ارسال قوي خارج الملعب. شكرا. نقطة 24 مصر. هي عصام معوض محمد عصام معوض بيقول بقى انا كنت عايز اسيب دي. يعني هي دي زيها بالظبط. احمد قطب نزل الملعب واحمد سعيد خارج الملعب. يلا يا شباب. تايسون على ارسال. يلا يا تايسون. ارسال قوي. استقبال وحش جدا. والنقطة 25 16 الكونغو وفوز مصر. مبروك لمصر الفوز الاول 3-1. الفوز الاول
في مشوار التصفيات للاولمبياد. مبروك لمنتخبنا القومي، اداء قوي جدا. الاصوات 25 16 25 15 27 25 و 25 16. مبروك لمنتخب مصر الفوز، الله يبارك فيك. الجاليه المصريه بتقول مبروك وسعيده بالفوز. مبروك لفريقنا منتخبنا القومي. بحيي اللعيبه، بحيي عبد الله، بحيي حسام، بحييهم كلهم.